يا صباح الورد، يا صباح السعادة، يا صباح الرزق بالزيادة، يا صباح الهنا، يا صباح كل حاجة حلوة على أجمل عيون حبايبي متابعيني اللي منوريني واللي مشرفيني في قناة يوميات رودي واخواتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. ربنا يا رب يرضيكم ويكبر بخاطركم وينصركم على من يعاديكم ويحبب تراب خلقه فيكم ويحبب كل الناس فيكم، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى جولة حلوة كده فوق السطح. تعالى اما نشوف اليوم من اوله هيمشي ازاي، وروتين جميل قوي قوي قوي. اتمنى من كل اخت بتشاهد قناتي ان هي تحط لي اللايك وتشترك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بالله عليكم. ربنا يا رب يرضيكم ويسعد ايامكم ويغنيكم بمال حلال ويسترها معاكم ويرزقكم بالستر والصحه وراحه البال وكل حاجه حلوه نفسكم فيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا طبعا الروتين بتاعنا طبعا بيبدا من المطبخ زي ما انتم عارفين، كل ست بيت الروتين بتاعها بيبدا من المطبخ. تمام. هنا طبعا بقى ايه ده تاني يوم بتاع اليوم الفري. طبعا انا ما صورتش معاكم المحشي في الفيديو اللي فات عشان ما اطولش معاكم. بص انا بقول لكم ادي المحشي اهو، ده بتاع اليوم الفري بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا ايه بشوف بقى ايه البواقي الاكل عشان نطلع للطيور حبايبنا. ده روح دول روح لازم نعتني بيهم ونهتم بيهم زي ما بنهتم بولادنا كده، يمكن دول اكتر كمان. لان ولادك هيقول لك يعني يا ماما جعانه يا ماما عطشانه، اما دول يا روحي ولا بيقولوا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص. فانتي اعتني بيهم واهتمي بيهم والله العظيم. طول ما انت مواليه كتير طول ما ربنا هيرزقك من ناحيته، وطول ان شاء الله ما بصي هتلاقي خير كده مالي بيتك ومالي حياتك والله العظيم. من الطيور من الطيور والله دي اكبر نعمه. ربنا يا رب يديمها نعمه على كل حد يا رب، كل حد نفسه يربي يا رب وما فيش مكان عنده ربنا يوسع عليه يا رب ويرزقه ويكون في احسن حال اللهم امين. طبعا انا ايه بخش كده شايش في المطبخ اشيك زي ما بيقولوا كده. طبعا كان في خلطه بايته عندي فبصراحه نسيت ادخلها في التلاجة، فيعتبر ان هي حمضت خلاص بقى ما ينفعش ان انا استخدمها تاني. بص بقى انت لو ما عندكش طيور اكيد بيفيد منك اكل، فحرام اما انت ترميه في اعزكم الله في الزباله. لا، حوشيه كده في شنطه او انت هاتيلك طيور. حرام الاكل ده يترمي، حرام ده انت بتكلفيه. هتقولي ما فيش حاجه بتترمي، اقول لك بالف هنا وشفا، بس وارد لقمه عيش بايته، لقمه عيش نشفت عندك فحرام اما ترميها. وحرام برضك يعني اما تشحتيها. هتقولي الجيران اللي بعدها وكل حاجه، بس حرام والله برضك. نصيحه من اختي لاخواتها، هاتيلك طيور حتى لو 10 فرخات، يعني ابدأي ب10 فرخات. ربنا والله هيرزقك برزقهم. هتقولي العلف ومش علف، هقول لك لا ابدأي. وطبعا في اكل هيفيد منك والله. لو بص ورق خضره، بقدونس، بص اي حاجه بتفيد منك حوشها لهم كده وكونها لهم زي ما انا بعمل كده. مخصصه حله بحط فيها اي حاجه فايده بقى، لقمه، شويه رز، قشري بطاطس، قشري بصل، قشري توم. اهتموا بالثوم والبصل، دخلوه في قلب الاكل، ده بيعمل مناعه حلوه قوي للطيور، بيقوي مناعتهم عشان فينا الشر الشتا اللي بتيجي للطيور دي. ربنا يا رب يبعدها عننا بصراحه، يعني ديت بتدمر الطيور. فانت حاولي بقى تدخلي البصل والثوم عشان تقوي مناعتهم. فانا لميت كل المواعين اهو وخدت بقى الحاجات الاكل بقى اللي هطلعها لهم. طبعا قلت قبل ما اطلع، كنت بادئه بدري، قلت اما قبل ما اطلع اجهز الغدا بتاعنا. طبعا انا ما كنتش لسه فطرت، هو الدكتور قال لي لازم تفطري اول ما تصحي ما يعديش ساعه. فانا قلت لا، معجن البيتزا دي الاول. جبت كيلو دقيق وجبت كيس خميره فوريه واللهم صل على سيدنا محمد 2 لبن نيد. وطبعا انا عندي الايه البيض في التلاجة عشان اقول لكم ان الطيور دي والله العظيم رزق وبركه ما شاء الله. لو جبت 10 فرخات على ديك واحد بس او ديكين هيبودولك ما شاء الله يوم ويوم 10 بيضات. فشوفي بقى البيضه بره بتتباع بكام، والبيضه اللي بره مش زي اللي بيطلع لك من الفرخه. فاللهم صل على سيدنا محمد. حط اللايك يا قمر واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وان شاء الله قناتي هتعجبك قوي قوي. وبص بقى البيتزا بتاعتي طريقه عاديه اقتصاديه سهله جدا جدا. تحطي الدقيق، اللهم صل على سيدنا محمد، على الخميره، على اللبن نيدو ماشي، على رشه ملح، رشه سكر. تقلبي. طبعا احنا الجو حر هتخمر مسافه ساعتين. انا طلعت للطيور عملنا قعدنا ننضف فوق ونعمل، هوريكم دلوقتي في الفيديو مسافة منزلنا. كانت البيتزا ايه، كانت خمرت. احنا في يعني الجو اليومين دول حر.
تمام. هتقولي هتاكلي من البيتزا، هقول لكم لا مش هاكل منها، عشان انتوا عارفين طبعا ان الدايت ممنوع المعجنات اساسي منعا تام. هو بصي حاططها لك في قائمه الاكل اللي هو الاكل اللي في القائمه السوداء، كل المعجنات وكل المكسرات والحاجات دي. طبعا انا عارفه كل حاجه، فيعني انت دكتوره نفسك، فشوفي حسب ما هو بيقول لك تاكلي وتمشي على تعليماته. طبعا حطيت الدقيق وحطيت المواد الجافه كلها على بعض، يعني ما فيش اسهل من عجينه البيتزا. احترت بصراحه، كان يعني لقيت جوزي جايب لي طبق سجق وكيس جبنه، قال لي خليهم لو احتاجنا نعمل بيتزا. قلت له لو احتاجنا احنا هنعمله النهارده اصلا، يلا. كده كده لسه كنا عاملين محشي، فقلت له احنا زهقنا من الفراخ والجو حر كده كده، مش هنطبخ. فايه فقلت له هي جت في وقتها، فبصراحة عجنتها وكده. كان يعني اجازة جوزي، استعنت بيه بقى في المهمة اللي هي فوق. طبعا كانت واحدة حبيبتي دخلت لي في التعليقات في الفيديو بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، الطيور. الأوضة اللي أنا صورت لكم الطيور فيها اللهم صل على سيدنا محمد، قالت لي نضفي عند الطيور. قلت بقى ايه، اجازة جوزي نستغل الاجازة دي نعمل حاجة مفيدة، مش نقعد ننتخ ونمسك التليفونات وما نعملش اي مصلحة. لا، شوفي وراكي ايه، وشوفي ايه المشاوير المهمة لازم تعمليها اعمليها. ما تخليش حاجة تتراكم عليك، وما تخليش الدنيا كلها تقف في دماغك. فاي حاجة اي مصلحة عايزة تعمليها اعمليها الاول، ما تخليش يعني اللهم صل على سيدنا محمد اليوم بتاعك متعفرت ما فيهوش بركه. لا، قومي كده شوفي ايه الحاجات المهمه الضروريه اللي انت هتعمليها واعمليها. ما فيش حاجه ضروريه، امسكي المطبخ نظفيه، امسحي اكنسي روقي، اعملي اي حاجه، المهم اليوم بتاعك ده ما يعديش الا لما تكوني مظبطه حالك. تمام. هنا بقى انا بقول لكم انا غسلت المواعين وسايبه المطبخ بيلمع، ما فيش ولا معلقه وسخه، وعجلنا البيتزا، ما فيش اي حاجه خالص بقى، مش ناقص اللي انا اطلع عليه الطيور. تمام. المطبخ يشف ويرف. طبعا اما انزل بقى اعمل ايه خلطه السجق واعمل الحاجات، ويا دوبك ايه نسوي وهم ياكلوا بالف هنا وشفا. خدت بقى الاكل دوت اللي انا بحوشه بقى من بالليل لتاني يوم صباحيه ايه ما انا طالعه لهم كده. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ده السطح اهو. ركزوا معايا بقى ايه، العشه ديت هنقل الطيور اللي فيها في عشه تانية ليا مرودي، عشان ان شاء الله هجيب دوره كتاكيت بيضه وهصور لكم وهنحطها هنا. طب احطها هنا ليه؟ لان العشه ديت يعني متهويه، التهويه بتاعتها جميله، فانت عايزه الطيور بتاعتك يعني ان شاء الله لما تجيبي كده كتاكيت لازم تهويه، ما تختميش الدنيا. فحتى احنا بنعمل لهم حاجز كده، فان شاء الله هوريكم كل حاجه. الفراخ ده هي ساسو وفيوم، اللهم صل على سيدنا محمد. وانا رايحه اجيبهم كنت جايباهم فاكرين دوره الفراخ اللي انا ذبحتها معاكم كانوا قدهم. طبعا الساسو بياخد وقت. بصوا بقى انا هنقلهم هنا. طبعا هنجرد العشش كلها تتجرد، يعني هتتكنس النهارده. استعنت بجوزي بقى ربنا يخليه كده ويديله الصحه. انت برضك لو عندك اي حاجه مش عارفه تعمليها استعيني بجوزك، طبعا هيعملها احسن منك، وبالحب وبالرضا وبالتفاهم ما بينكم كل حاجه هتتعمل. اهم حاجه يعني ايه ما تدخليش الشيطان ما بينكم زي ما بيقول. طبعا انا هاخدهم، بس قلت له ايه اما ننضف دي الاول. طبعا العشه التانية الكبيره الاساسيه اللي انا داخله فيها دهيت، اللهم صل على سيدنا محمد. في احلى من كده؟ يعني انت اما تطلعي كده وانت داخله لطيورك حبايبك كده، وتلاقي ربنا يرزقك من التير بتاعك كده ببضايه 2 3 تعمليها لاولادك تفطري بيها جنب الفطار، يعني مفيش احلى من كده. بصوا كانوا جعانين ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت بقى اما اكنس هنا كمان، لان طبعا العشه متبهدله، لو اني والله كل ما بعملها طبعا منهم هم بيطيروا فبيزبلوا لي المكان تاني. فانا قلت لا اما امسكها بقى اكنسها بالمره، باننا بقى طالعين بقى ايه فوق السطح نروق العشش كلها ديت والتانية والتالتة. فزي ما انتوا شايفين اهو حطيت لهم الاكل، عشان حرام اما نقعد نروق ونعمل هم جعانين. قلت لا اما ناكلهم كده ونشربهم، وبعد كده ايه نمسك العشش نعملها. بص حبيبه قلبي، كانت واحده كاتبالي برضك في التعليقات اجيب المشعر ولا البلدي. بصي انت تروحي للمعمل وتقولوا له انا عن نفسي بجيب البلدي المشعر عادي، هو البلدي بتاعنا، لكن في نوع تاني مش عارفه اسمه ايه بصراحه، بس هو ده حلو قوي للبيض. قولي له عايزه فراخ بلدي اللي بتبيض كتاكيت،
فهيديكي. بس بقى انت وحظك طلع ضيوف بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، طلع فرخات تبدلك يعني برابر، دي حاجه بتاعت ربنا انت ورزقك. انا لما رحت جبتهم كان باين الديك من الفرخه، جايباهم من واحده فلاحه كده كانت في السوق، قلت لها انا مش عايزه الا ديكين برضك، طلع لي فيهم حوالي 6 ديوك الحمد لله، يعني رضا الحمد لله. فانت روحي للمعمل او شوفي اي واحده فلاحه هاتي منها، وهي ايه هتقولك الديك من الفرخ. تمام. هنا بقى ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، بصي العشه عاملينها ازاي، وغير كده المكان ضيق عليها. المروحه دي بقى ليه؟ المروحه دي لان العشه اصلا منها للسماء، يعني الشمس بتضرب فيها، فالجو كاتمه وما شاء الله. هم عددهم مش قليل. وكمان لدام كبروا عايزين تروه، فانا هنقلهم هناك لان دي ضاقت عليهم خلاص. وكنت بحط لهم المروحه، قلت لا اما انقلهم في العشه التانية هوريكم برضو كل حاجه. حطهم في العشه التانية ومش هنشغل مراح ولا حاجه، والعشه التانية هتاخدهم كلهم ما شاء الله، وتبقى طراوه وحلوه ونضيفه، وهنضف لهم المكان. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هنا ايه حاولت يعني اظبط المكان على قد ما اقدر، لان انا عارفه والله بنزل من هنا وبيمسكوا يموتوا بعض من هنا وبيقلبوا لي الدنيا. انا ببقى نايمه تحت وسامعه خبطهم فوق، اكني في خناقه عنيفه فوق. فزي ما انتم شايفين كده هيقرفوني دلوقتي وانا بكنس وبروق، هتشوفوا بقى الدنيا هتبقى عامله ايه معايا. بصوا يعني احلى حاجه فيهم والله العظيم ان هم ما شاء الله ان هم واعيين لنفسهم. يعني ايه واعيين لنفسهم؟ يعني لو قطه دخلت ما شاء الله بيجروا عليها، عرسه اي حاجه ما تخافيش. البلدي حلوين في كده، مش زي البيض ولا بيهش ولا بينش. يعني لو حد دخل عليهم قطه ولا اي حاجه ما بيعرفوش يستخبوا ولا يدافعوا عن نفسهم. اما ده ما شاء الله يعني ايه ما تخافيش عليهم، تحطيهم كده كده العرسه لو دخلت جوه ما شاء الله الديك هياكلها. فزي ما انتم شايفين اهو بقى بكنس فوق الوش كده. زي ما انتم شايفين الارضيه حبيبه قلبي منك ليها. السقف بتاعها ده السقف بتاع السطح، فمش هينفع ان انا اجردها لان ده السقف نفسه، فاهمني؟ السقف وكمان عاملينه طبقه خفيفه، مش اللي هو بتاع زمان، مش قصدي بتاع اليومين دول الطبقه تقيله، لا ده بتاع زمان. السطح ده يعني ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، البنا ده بتاع زمان. فزي ما انتم شايفين كده بكنس لهم بقى واظبط لهم الدنيا. بس هما مش عايزين كده، هما عايزين يقعدوا زي ما انتم شايفين كده في هيصه، هيقعدوا يطوروا عليا بدل المره الف. والله ما عرفت اروق منهم بصراحه. بصوا جانب هنا وجانب هنا، يعني هما عايزين الدنيا هيصه كده. بس انا قلت لا، لازم أنا اشيل لهم الورق دهوت من حواليهم. حتى الورق الحاجات اللي لازقه في الارض طبعا مش هعرف اعملها الا بقى اما ربنا يسهل كده، اجيب شوال تبن وارش في الاوضه كلها، ويبقى كده المكان ايه ظبط عنده. زي ما انتم شايفين كده. شلت العنكبوت بقى اللي فوق، لان العنكبوت ده بيجيب حاجات وحشه برضو. حاولي العشه ما يكونش فيها عنكبوت، لان بيجيب زي حاجات حشرات كده وحشه، وهم بيقعدوا ينقوها ببقهم. فليه انت تظبطي دنيتك وتظبطي الاوضه اللي هم قاعدين فيها، وحاولي تهويها برضك. يعني في الحر انا بسيبهم يتهووا، بقعد قدامهم كده حوالي نص ساعه كده في الهوا كده، بحط لهم الاكل والشرب وادخلهم على المغرب كده يعني في الحر بعمل كده. لكن دلوقتي الجو يعني الى حد ما حلو متيسر. فانا هلم بقى الزباله دي خلاص بقى. بص الدنيا بقت عامله ازاي، يعني يوم كمان وهطلع اصور لكم واوريكم الدنيا عامله ايه. بس بقت جميله الى حد ما، يعني كده حلوه قوي قوي احسن من الاول. يعني الجرادل دي طبعا مش هينفع ان انا اشيلها، انا بحطها هنا لان بنحتاجها. هنا بقى جوز الله يديله الصحه عمال يجرد دي، فانا مش معقول بقى اقول له جرد التانية رخرة، فكفايه العشه دي بصراحه رخمه قوي. فهي دي بقى اللي انا هنضفها واحط الفراخ الساسو والفيوم اللي هناك هنقلها هنا، ولا مروحه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين بصوا يعني بقى لها كتير قوي، يعني من شهر واحد وهي العشه دي كده. كنت جايبه فيها بط وذبحته، وقلت بقى اما انضفها نبقى ايه نحط فيها اي حاجه تانية. نقلت بقى الفراخ اهو زي ما انتم شايفين اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى المكان هنا حلو ليهم وطراوه، وما يبقوش مخنوقين فيه. اما المكان التاني كان كنز عليهم. المكان التاني ده للكتاكيت للفراخ البيضة، لكن اللي زي دوت لا، ما كانوا مش عارفين ياخدوا راحتهم اصلا، وكانوا بيدلقوا لي العلف وكانوا قلبين الدنيا. لكن هنا طراوه، وحطيت لهم ميه اهوت، ظبطنا لهم المكان
دي احسن من التانية. ان شاء الله هبقى اجيب دورة ساسو برضك معاكم. الفراخ الحمرا دي الساسو، اما التانية دي اللي هي الفيومي. الفيومي بتتبدلك وكل حاجة، بس بصراحة ما جربتهاش لسه، اول مرة اجربها. فان شاء الله لو انا حاسه ان هما كلهم ديوك، لو لقيت فيهم نوتي وبيبيضوا هقول لكم، لكن انا يعني اللي حلوين معايا ما شاء الله البلدي. اما الفيومي دي ما جربتهاش. انا واحد جارنا كان رايح يجيب معايا وقال لي هاتيها، ده حلوه احلى من الساسو. بس ما شاء الله الساسو لا يعلى عليها برضه. هنا بقى بصوا، هنا برضه يعني كان روتين جامد زي ما بيقولوا، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه يوم اجازته. فهو يعني بيحب الطيور زي عامل زي احنا بنحب ايه، ننضف لهم، نقعد فوق نتفرج عليهم كده. يعني بصي بتحسي إيه ان دي ثمرة تعبك، ربنا بيكرمك في الاخر فيهم. اي نعم لا قدر الله ممكن تموت منك حاجة، بس مرة على التانية على التالتة هتبقي استاذة فيها وهتبقي شاطرة، وان شاء الله كل حاجة هتبقى حلوة معاكي وزي ما انت عايزاها واكتر. طبعا انا حبستهم اهو خلاص بقى ماشي. ونضفت العشه اللي جوه ونضفت العشه دي، وفاضل العشه اللي جوزي بقى بيعملها بره دهيت. دي بقى اللي هجيب فيها كتاكيت ان شاء الله واصور لكم فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا لهم الميه وقفلنا عليهم، بس انا بطمن عليهم برضو، بشوف الدنيا عامله ايه عندهم، لان يعني المكان لسه جديد عليهم، فانا بشوفهم يعني اتاقلموا كده على المكان ولا ايه. زي ما انتم شايفين كده بيشربوا ما شاء الله والجو حلو. بص بقى نضفها وخلاها زي الفل. حتى انا قلت له ايه، حلق لي عشان لما اجيب مثلا الراجل بتاع المعمل بيتصل بينا يقول لنا تعالوا خدوا الايه الكتاكيت، اكون مظبطه لهم الدنيا. مش هقعد اقول لا لسه هعمل ولسه هحط والكتاكيت تبرد مني، لا تكوني مظبطه لها المكان، مهيئه لها عشان كل حاجتك حاجه، حاطه تجيبيها لها تطلعيها اللمبه. على فوق على طول. اللهم صل طبعا على هنا سيدنا بقى محمد. نزلنا وعملنا وعملنا لهم لهم المكان. البيتزا. بصوا ما شاء الله جميله والله العظيم. ده مش عارفه كيلو دي ولا كيلو وربع، بس ما شاء الله عمل 4 صواني. طبعا كان عندي الحشو السجق وعندي الجبنه الموتزاريلا. ألف هنا يا رب على كل من كان. طبعا أنا أكلي معروف عادي، أنا يوم الفري عادي أبقى سايبالي حتة عجينة أبقى أفردها وأعملها. أهم حاجة اظبطي وزنك بس، مالكيش دعوة بالأكل. يا مكان عملنا إيه بالأكل بس. كده بقى أكون خلصت معاكم الفيديو. تنسونيش باللايك والاشتراك، وتثبتي وجودك بالصلاة على سيدنا محمد في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي، قمر كتير قوي 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 قوي. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويبعد عنكم اي حاجه وحشه، اللهم امين يا رب العالمين. وكده يكون خلصت معاكم الفيديو. اتمنى يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، واتمنى نفيد بعضنا ولو بمعلومه بسيطه. بصوا بقى حاجه كده وهم بس الحمد لله، يعني الواحد شبعان من الحاجات دي كلها. فاشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.